مساء الخير يا جماعة، أهلا بيكم مع مصطفى إبراهيم في اقتصاد بلا فزلكة. احنا طول النهار بناخد قرارات على مدار اليوم، ممكن تكون عشرات ممكن تكون مئات، سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى العمل أو الحياة العملية أو علاقتنا بالناس والكلام ده كله. فالناس كتير متصورة أن أنواع القرارات هي نوعين بس، اللي هو القرار الصح والقرار الخطأ. لكن انا عندي لك اخبار جديده ان في نوع تاني من القرارات هنتكلم معاكم النهارده فيه في اقتصاد بلا فزلكه. ابقوا معنا. دلوقتي احنا بنتكلم على القرار الصح والقرار الخطا. ايه القرار الصح والقرار الخطا؟ القرار الخطا هو قرار خطا، خدت قرار غلط في وقت غلط لاسباب انت مثلا يكون في احيان كتيره يكون نقص الخبره، نقص المعلومات والكلام ده كله. والقرار الصح هو القرار اللي اتخذ في وقت صح باسلوب صح وجاب نتائج ايجابيه، ويحط تحت نتائج ايجابيه دي 20 خط. طيب ايه بقى اللي انا بتكلم عليه؟ القرار الثالث. القرار الثالث هو القرار السهل. وعلى فكره احنا اغلبنا لو ما كانش كلنا بناخد القرار السهل ده، يمكن اغلب قراراتنا هي القرارات السهله. طب ايه هو بقى القرار السهل اللي انا بتكلم عليه؟ هنديكم بعض الامثله عشان تبقى الامور فيها استيعاب لكم. يعني زي مثلا لما جت حد في الدوله قرر انه ماتشات الكوره تبقى بلا جمهور. طب الكلام ده بقى له اكتر من 10 سنين. طب يا جماعه احنا بنعمل حفلات في الساحل فيها 100,000 وبيجوا وبيمشوا. بنعمل ماتشات، وعملنا ماتشات افريقيا وكانت الاستاد على اخره وكل حاجه مشيت والناس مشيت والناس كانت مبسوطه كان في تفاعل والكلام ده كله. طيب تسال بقى اي حد، طب واحنا ليه مش سامحين دلوقتي بالجمهور؟ محدش يدي لك رد. طب هو ايه السبب؟ ممكن يكون في بعض الاسباب الامنيه التي لا نعرفها، لكن هقول لك حاجه. يعني كان اشهر بلد في مشاكل الكوره كانت انجلترا. انجلترا كانت تملي الجمهور بتاعها جمهور مشاغب جدا، وكان بيخش الملاعب وازايز ويضربوا، وكان وصل لحد انه بيسافر بلاد اخرى زي مثلا يروح المانيا يخشوا الماتش يكسروا البلد ويكسروا الاستاد والكلام ده كله. طب هل جت انجلترا بقى وحد في انجلترا او وزير في انجلترا قال لك لا يا جماعه بطلوا حضور المشجعين؟ لا، حصل تصوير وحصل متابعه. واللي ارتكب خطا جنائي اتحبس، واللي كان بيتصرف تصرفات خاطئه اتمنع من دخول الماتشات، وفي ناس سحبت باسبوراتها، وكان في عقاب رادع لكل من اخطا. وده اللي رجع الناس تاني للملاعب. طيب ايه اهميه ده؟ لان الملاعب دي مش بس ان هي متعه كوره والناس بتخرج والكلام ده كله وبتقضي وقت جميل، ودي متعه لكل الناس المصريين. يعني اغلب المصريين الكوره دي جزء من هوايات من متعتهم عموما. يعني فانه كان يروح الاستاد ويخرج انفعالاته، ده كان جزء جميل. لكن الاهم منه كمان هو الموضوع الاقتصادي. انت النهارده ماتشات الكوره دي بالمدخول بتاعها دي بتساعد اولا على ان النوادي تقدر تقوم بالتزاماتها نحو لاعبيها والتزاماتها الاخرى. الحاجه الثانيه بتحرك الاقتصاد، اللي بياكل واللي بينقل واللي بيشرب والكلام ده كله، ففي انتعاشه كبيره للاقتصاد. فعدم بعد 10 سنين او اكتر ان احنا لغايه دلوقتي بنعمل ماتشات بلا جمهور، ويقول لك لا دول 4، لا دول 3، لا والنبي خليهم 5. اعتقد ان الكلام ده يجانبه الصواب، واعتقد انه ان الاوان ان الدوله تتراجع فيها. ده جزء من القرارات السهله. هنرجع لقرار تاني وكان له مردود صعب جدا علينا كلنا، هو موقف البنك المركزي لما جه في اخر فبراير وقرر، او نص فبراير، قرر انه 2022، وقرر انه الاستيراد يبقى من خلال الاعتمادات المستنديه، وقف الكلام ده كله. هو ببساطه عمل ايه؟ قال لك ايه؟ ما عندناش فلوس، بطلوا تصرفوا فلوس، وراح قافل الباب وماشي. طب وهو ده قرار؟ وهل ده فعلا افاد؟ يعني يوم ما حصل القرار ده، طبعا انت بتتكلم على اللي بيصرف فمنع الصرف، فاللي طلع الهاجم القرار او اعلن عن عدم رضاه عنه 2 من كبار المصدرين، وواحده في قطاع الملابس وواحد تاني في قطاع الاغذيه، وكانوا مستائين جدا لان نص خاماتهم بتيجي من الخارج. فمع انك تقفل الاعتمادات دي، انك توقف الصناعات دي كلها. وفعليا الدوله بالظبط زي ما يكون في ترس حطيت فيه ماسوره حديد وقفته، فالكل وقف. استيراد، تصدير، قضت على بعض الصناعات، اثرت على بعض الصناعات، اثرت على تصديرنا.
حتى في الامن الغذائي لما شفنا الفتره اللي فاتت العلف بالنسبه للدواجن وصناعه الدواجن اللي بيشتغل فيها ملايين واللي فيها مليارات استثمارات عانت ازاي. فاعتقد ان الدوله طبعا لما توقفت الدوله على انها تتعامل مع المشكله دي بسرعه، بقت عامله زي كره التلج، وابتدت المشاكل تظهر بشكل كبير. فاعتقد ان الدوله دلوقتي واعيه ان المشكله دي لازم تتحل، مشكله الدولار بطريقه او باخرى. لان لما خدت القرار ده كان اكيد في وسائل اخرى اقل ضررا، يمكن اكثر صعوبه لكن اقل ضررا. لكن انت ما قررتش تسمع لحد، او ما قررتش تاخد اراء حد كمحافظ البنك المركزي في حاجات كتيره ممكن كرجال الاعمال او رجال ذو خبره او كده يقدروا يتعاملوا معاك فيها. لكن انت قررت انت بتصرف اقفل الباب والسلام عليكم. فده قرار سهل لغايه دلوقتي انعكاساته موجوده عندنا. لما تيجي تتكلم انت حتى على موقفك الشخصي، انت بتيجي مثلا مع اولادك، ابنك خارج او بنتك خارجه، تقول لها لا ما تخرجيش، من غير ما تتناقش هو ليه ما تخرجيش. ده من وجهه نظرك قرار صح لانه مش غلط، انا عايز ابني معايا. طب يا ابني ما هو يمكن ابنك ده خارج يغير هوا، ممكن رايح يقابل اصدقائه، يعني حتى ما تناقشش معاه. ده يعني اعتبر برضه قرار سهل. بتيجي على مستوى العمل، ما في عندك اوراق كتيره مش عايز تاخد فيها قرار، عدم اتخاذ قرار في حد ذاته ده قرار. انك انت النهارده بتقول واحد يقول لك الحاجات دي مستعجله، حطها لي على المكتب هرد عليك فيها، ده خدت قرارك ما تاخدش قرار، فده قرار سهل. لكن ده بيؤدي لتعطيل المشاكل، ممكن تفاقمها، ممكن عدم الحلول السريعه، دي كلها حاجات ممكن تاثر بالسلب على شغلك. حاجه تانية في القرار السهل ده، النهارده كلنا بنقابل مشاكل كتيره وعوامل كتيره ضاغطه علينا، فممكن واحد يجي يقول لك ايه، والله انا هقفل شركتي يا جماعه، والله احنا بكره اخر يوم لينا في الشغل والسلام عليكم. هل ده قرار صح؟ لا، ده ممكن يكون قرار سهل جدا، لان ممكن تدور بقى على حلول، ممكن تخفض المرتبات، ممكن تقلل عدد من الموظفين، تنتقل لمكان اصغر، تحاول تاخد قرض من البنك، او تبقى تشوف التسهيلات المتاحه في المجتمع واللي الدوله عملت منها جزء كبير الفتره اللي فاتت عشان تقدر تستمر ولو لفتره لغايه ما الامور تتحسن. فالقرارات السهله كتيره، لكن خطورتها ان هي بتدي لك مسكن دلوقتي، لكن نتائجها قاتله. عامله زي الكورتيزون، تاخد كورتيزون بتقدر تستريح، لكن بعد كده السايد افكت او الاعراض الجانبيه بتبقى شديده جدا. فنأمل وانت بتاخد قرار تعلم نفسك انك تاخد القرار الصح مش القرار السهل. مجرد التفكير فيها هيغير في تفكيرك وهيوديك للسكه الصح، لان دي مشكله كلنا بنقع فيها، المجتمع كلنا بنقع فيها. وعلى فكره المجتمع بيدفع نتيجه القرارات السهله مبالغ ضخمه من وقته ومن امواله على المستوى الشخصي وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الدوله. فنأمل الفترة الجاية الناس تبتدي تتنبه لفكرة القرار السهل، لأن دي هي بالظبط أنت حاجة جواك وأنت مش واخد بالك إنك بتعملها. فأرجو إن الكلام ده يكون واضح بالنسبة لناس كتيرة، وأرجو إن الفترة الجاية الناس تستفيد من الفيديو ده. لو انت استفدت ولو حاجة بسيطة جدا من الكلام النهاردة، ممكن تعمل شير ولايك، وحتى نلقاك ان شاء الله قريبا. لك مني الف خير.